وبتعدي السنين وبتبتدي فعلا ال7 سنين العجاف في أواخر عهد الملك منكورة. وده ممكن يفسر لينا ليه الملك أمر فجأة باستكمال كسوة الهرم بالحجر الجيري بدل من الجرانيت الأحمر. وللأسف الأمور ما بتقفش هنا. في أقصى الجنوب وعلى جزيرة سهيل بأسوان هتلاقي اللوحة دي، لوحة المجاعة اللي بتحكي إن في عصر الدولة القديمة حلم الملك بكابوس، فبسرعة جابوا للملك عراف يفسر له الحلم. والعراف قال له إن هيعدي على مصر 7 سنين من الخير و7 سنين عجاف. وبيجتمع الملك مع وزيره وبيقترح عليه إنه يقدم القرابين للآلهة، وفعلا الملك بيقدم قرابين ل3 من الآلهة، أبرزهم خنوم إله الفيضان. وبتعدي السنين وبتبتدي فعلا ال7 سنين العجاف في أواخر عهد الملك منكورة. وده ممكن يفسر لينا ليه الملك أمر فجأة باستكمال كسوة الهرم بالحجر الجيري بدل من الجرانيت الأحمر. وللأسف الأمور ما بتقفش هنا. مع بداية ال7 سنين بتبدأ مجاعة هتفضل لفترة طويلة. فيضان النيل بيتأثر. طب وإيه العلاقة؟ فيضان النيل بتعتمد عليه الزراعة بشكل كامل. إذا فاض بمية قليلة الزرع هيموت، ولو فاض بمية كتيرة الزرع هيغرق. والخل اللي حصل في الفيضان افتخر المصري القديم غضب من الآلهة، بس احترام وتقديس الآلهة ما كانش كفاية. وللأسف يوم بعد يوم الظلام يزداد. دلوقتي هنروح لدكتور محمد خميس عشان نعرف أكتر إمتى ظهرت المسلات. فكرة إيه؟ إن أول ظهور للمسلات كان في الدولة القديمة في الأسرة الخمسة في المنطقة بتاعت معبد الشمس في أبو سيب. ده المعبد اللي عمله سركاف اللي هو أول واحد في الأسرة الخمسة. الأول المسلات كانت بالأحجام الصغيرة ديت، وكانت مسلات أفراد ملوك وأفراد، وفي الأرجح إنها كانت بتتحط على المقابر. ما كانتش بتتحط في ميادين. لكن بداية من الدولة الوسطى ظهرت المسلات الضخمة اللي تتحط في الأماكن العامة قصاد المعابد. اللي أشهرها وأقدمها عندنا مسلة سنوسرت الأول اللي موجودة فين؟ في المطرية. المطرية دي شديدة الأهمية. المطرية دي هي أقدم جامعة معروفة في تاريخ البشرية. الجامعة اللي رفضت الخواف في المطرية دي. المطرية دي مدينة من أقدم مدن مصر من قبل توحيد مصر. كانت عاصمة من عواصم الشمال قبل بوتو. يعني ساعة توحيد مصر كانت عاصمة الشمال هي بوتو، تل الفراعين في كفر الشيخ. لكن دي كانت عاصمة مصر قبلها، عاصمة قصدي الوجه البحري قبلها. شديدة الأهمية وشديدة القيمة. أون يعني العمود. هل ما فيش أي أطلال بقى لجامعة أون؟ لا مش تاني. المصري القديم أهم حاجة عنده كانت إيه؟ الحياة ما بعد البعث. هي دي الحياة الحقة. فكل ما تعلق بهذه الحياة صنع مما يمكن أن يكون خالدا من الحاجة اللي بتعيش، اللي هي إيه؟ الحجارة. فإيه الآثار اللي إحنا بنلاقيها المصريين القدماء؟ معابد ومقابر اللي هي تتعلق بالحياة الحقة ما بعد البعث. هي دي اللي معمولة من الحجارة. طب هم كانوا بيعيشوا فين؟ مين اللي قال؟ لأن الحياة الدنيا حياة زائلة، وكل ما يتعلق بهذه الحياة الزائلة يصنع من المواد الزائلة، فيتعمل من الطين ومن الأخشاب حتى الأصول. اللي راح زار الأقصر، في حد زار الأقصر؟ مدينة هابو شفتوها؟ مدينة هابو ديت اللي هي المدينة الدينية المهمة اللي رمسيس الثالث كتبها وبيباهي فيها في انتصاره على شعوب البحر اللي احنا قلنا خلص عليهم خالص. ده جنبها على طول القصر بتاعه. القصر بتاعه معمول منين؟ من الطوب اللبني. القصر اللي فيه أقدم تويلت في تاريخ البشرية. رمسيس الثالث كان عنده تويلت جوه القصر. بيقعد بقى ولا بيعرف؟ عربي أرفصه. فعليا. بس الفكرة ايه بقى اللي بنتكلم فيها؟ ممكن الله يفتح عليك.
الفكره اللي نقولها دلوقتي ايه؟ ان اليونسكو كان ليه مؤتمر، انا شفت الخبر بتاعه في الاخر، في الاول كنت فاكر الخبر دوت خبر كوميدي، اللي هو الناس احيانا بتالف اخبار كوميديه يعني، اللي هو الخبر مكتوب لمكافحه التبرز في العراء. اليونسكو كان عامل مؤتمر لمكافحه التبرز في العراء في دوله شقيقه، انا مش هقول اسمها عشان دوله جنبنا قريبه مننا يعني. كاتب فيه عنها كده مؤتمر من 2.5 تقريبا، مؤتمر لمكافحه ظاهره التبرز في العراء. المصريين القدماء كان عندهم حمامات جوه بيوتهم من 1500 سنه قفمين، يعني من 3500 سنه. وضع مختلف خالص. نردم عليه بقى ولا؟ والله ما سالناش احنا لينا الحمام كان موجود، كان بيتنزح ازاي بقى ولا ده موضوع تاني. نظام صرفي موجود. هو البيت ما يقدرش الريحه. ده الحمام هناك. المهم الفكره كان فيها. المهم يعني المباني اللي تخص الحياه الدنيا كانت بتتعمل من طوب اللبن. حتى القصور بتاعت الملوك، يعني احنا ما لقيناش قصور. القصر القديمه كل الاوقات كانت المباني بتاعت الحياه معموله من الطوب اللبن. انما المباني اللي تخص البعث سواء عقيده سواء مقابر معموله من الحجاره، من اول زوسر سبيشالي. يعني قبل زوسر ما كان في استخدام الحجاره بس قليل يعني، بس الاستخدام الماسف من اول زوسر، من اول الاسره الثالثه، من هنا يعني من اول لحظه دي. فحتى القصور يعني احنا ما لقينا قصر صحيح رمسيس الثالث، لكن في قصر من حتب الثالث موجود في الاقصر، في قصر مريمبتاح موجود في منف، في يعني في قصر نفرتيتي واخناتون موجودين في تل العمارنه يعني، وتل العمارنه وتونه جبل موجوده الحاجات مش موجوده، لكن كلها معموله من الطوب اللبن. وكان من ضمنها برضو الجامعه بتاعت اون والحاجات اللي كانت معموله دول. لكن لقينا بواقي المعابد للاسف، بس ان وجه بحري ما بيحافظش قوي على الحاجات بتاعت الاثار، لان التربه الطينيه بتشفط الحاجه اللي تحت وبتاكلها زياده، مش زي الرمليه اللي موجوده في وجه. نقطه مهمه ثانيه، مع المسلات في الاول خالص كانت باديه صغيره، وعلى الارجح كانت المقابر قدام مقابر الافراد، وبعدين من اول سنوسرت الاول بقت في ميدان كبيره، ومن اول الدوله الحديثه بقت قاعده اساسيه ان كل معبد يبقى قدامه مسلتين ضخمتين. وابتدت بقى تظهر كل ما واحد يحاول يعمل تقدمه اكتر لمعبود ما يعملوا مسله قدامه. في ذات الكرنك مثلا في كذا مجموعه من المسلات، طبعا منها كتير الحمد لله بره مصر، فاضل فيها هناك مسلتين وحتتين، سنتين وربع. في مسلتين كاملين، مسله حتشبسوت ومسله ابوها تحتمس الاول، وفي يعني حوالي الثلث الاخير من مسله حتشبسوت، وفي جزء من مش عارف ليه ما اتكلموش عنه خالص من مسله تحتمس الثالث متساب ليه ما بيوقفوش وحاطينه كده على جنب ما بين البهو بتاع البوباستيين والمدخل بتاع المتحف المفتوح، مش عارف ايه. سنة 1824 المغامر البريطاني هنري ويستكار بيكتشف بردية من 12 لفة وبتتسمى على اسمه، ودي بتكون من أهم البرديات اللي تم اكتشافها. البردية هي بردية ويستكار. بردية ويستكار بتحكي إن في يوم من الأيام الملك خوفو كان حاسس بالملل وطلب من أولاده إن كل واحد يحكي ليه قصة، وفعلا بتذكر البردية 5 قصص، بس آخر قصة هي أهمهم. المصري القديم ما كانش في إيده غير حاجة يعملها غير السحر. تحكي إن الأمير جد فرع حكى للملك خوفو إن في ساحر عظيم اسمه ديدي. الساحر ده وقتها كان عنده 120 سنة وبياكل نص صور، وهو لوحده اللي عامل المجاعة، وبياكل في اليوم 500 رغيف ويشرب لوحده 100 كاس خمرة. 100 كاس خمرة؟ ده لو يعني ما فيش بعد كده، ده لو بيموت مش هيعمل 100 كاس خمرة دي ازاي بيشربها اصلا؟ ايوه يعني فين السحر برضه في كده؟ وبيحكي كمان ان السحر ده وصل بسحره ان هو يقدر يلحم راس البني ادم. يلحم راس البني ادم؟ واحد بياكل قد كده يعني، مستني منه ايه؟ مش مستني منه يلحم راس بني ادم. ويقدر يروض القصور ويخضعهم لسيطرته، وكمان عارف اسرار جحود. الملك خوفو طبعا بينبهر، بيأمره ان هو يجيبه له في الحال، وفعلا بيروح وبيجيب الساحر لقصر الملك خوفو في منف. واول ما بيشوف الملك خوفو بيرحب بيه وبيسأله ازاي ما شفناكش قبل كده. فبيرد عليه ديدي وبيقول انا ما كنتش اقدر اجي غير لو طلبتني. سأله الملك خوفو عن اسرار جحوتي، قال له ديدي انه ما يقدرش يقول الاسرار دي، بس في 3 ملوك هتولدهم سيدة اسمها ريدت جت هيكونوا حاملين اسرار جحوتي.
الملوك دول هم الملك أوسركاف والملك سحورع والملك نفركارا. القصة دي استخدمها الملك أوسركاف مؤسس الأسرة الخمسة هو وإخواته الاتنين، والقصة دي استخدموها ليبرروا ضعفهم وعدم قدرتهم على حل شيء. بس في الآخر القصة بتفضل قصة وما بتحلش أي حد، وكل يوم المجاعة بتزيد وتزيد، وللأسف الجوع بيفضل موجود. ودلوقتي هنروح لدكتور محمد خميس عشان نعرف أكتر عن تماثيل الأسرة الخمسة. حديدة الإبهار ده تمثال الكاهن متري، واللي كان مشهور عنه إن هو بيسهر كتير. خلينا نفكنا من شكل التمثال نفسه اللي معمول من الخشب اللي اتبهدل على عينيه، نحس إن عينيه تكاد تنطق، بياض عينه محمر، وبص النني بتاع العين معمول، وباصص بصة حقيقية جدا، وكأنه بيقول لنا انتم مصدعين امي. مش ممكن بالصورة اهو، انتم مصدعين امي، حقيقي جدا. العيون في التماثيل المصرية القديمة شديدة الابهار. عندنا التمثال بتاع راحتب ونفرت، عندنا التمثال بتاع كعبر، عندنا التمثال بتاع او ايبحور اللي هو بتاع القاع اللي موجود. ايه العيون دي؟ يعني انت بعد كده لما جينا في العصر البطلمي ولا في العصر الروماني صارفين تمثال مصروف عليه قوي وذهب كتير، لكن تبص للعين كده لكن ايه ده دولة قديمة، ده أسرة خمسة، دولة قديمة. بص شوف الراجل بيسأل، هو معمولة من كوارتز فعلا، ومعمول النني ده وبيقولوا انه عاملين دبوس حديد عشان يعمل النني، عشان يبقى حقيقي بهذا الشكل، بيبقى وصلنا بهذه الحقيقية. لون عينه ايه كمتري؟ ازرق. فكان عادي جدا ان الحضاره المصريه القديمه يبقى فيها الوان ازرق، ويبقى فيها الوان اخضر، ويبقى فيها لون واحد ابيض، ولون واحد اسمر، ولون واحد، فين الواد محمد مصطفى؟ ولا محمد مصطفى؟ ولون واحد اسود. عادي. احنا بنلاقي ده في بعض المقابر. مقبره ايبي، انا اسف، مقبره ايبي فيها على قارب واحد 5 6 صيادين، كل صياد بلون. طبيعي. هل غلب على المصريين السمار؟ طبعا. بصوا كده في القعده اللي احنا واقفين فيها ديت هتلاقي اللون الاسمر اكتر من اللون الابيض. يا ستي كل اغانينا عن دلوقتي عبد الحليم حافظ يسمر يا اسمراني، وشهرزاد يا حلو يا اسمر. سنة 1881 عالم المصريات ماسبيرو بيدخل هرم الملك أوناس لأول مرة، وبيكتشف شيء لا يتوقعه أحد، بيكتشف متون الأهرام. الملك أوناس بيبقى أكتر ملك مهم في الأسرة الخمسة بسبب مجمعه الجنائزي. بيتكون مجمع الملك أوناس من الهرم بتاعه طبعا، والمعبد الجنائزي، والطريق الصاعد. الطريق الصاعد ده الناحية دي. أول حاجة معبد الوادي، بعد كده أيوة من الممر الصاعد للمعبد الجنائزي، بعد كده الهرم بتاع الملك أوناس. بس أهم حاجة في المجمع هو الهرم. زي ما الهرم ده مهم لينا، هو كان مهم برضه للمصريين القدماء. الأمير حاعم واسط الكاهن الأكبر في منف، وابن الملك رمسيس الثاني، ليه نقش محفور هناك تخليدا لعمل الترميمي اللي عمله للهرم. الارتفاع الأصلي للهرم أوناس كان 43 متر. احنا كنا 62 هرم زوسر، وصلنا ل 138 هرم الأكبر، قعدنا ننزل رجعنا 43، والحالي بقى 20 متر زي ما احنا شايفين. للأسف الضعف في الفترة دي خلى الخزينة بتاعت الدولة تبقى فاضية، كانش فيه أموال كافية تعمل هرم ضخم زي زوسر أو خوفو أو الملك خفرع. وده بنشوفه في كل أهرامات الأسرة الخمسة. عشان توصل لغرفة الدفن داخل الهرم بتبدأ بممر منحدر بزاوية 20 درجة وطوله 20 متر. بعد كده بتصل للممر الأفقي اللي بيربط الممر بغرفة الدفن. بعد كده هتلاقي نفسك قدام متون الأهرام، أقدم نص ديني مكتوب في تاريخ البشرية. ملوك الأسرة الخمسة والسادسة من بعدهم هيعوضوا عدم قدرتهم على بناء أهرامات ضخمة أو معابد جنائزية، حاجات ضخمة، إن هم يكتبوا متون الأهرام. ومن أحلى النصوص النص رقم 302: أيها الملك أوناس، أنت لم تمت، لقد أصبحت حورا بين الآلهة، لقد ارتفعت إلى السماء كالإله سوبد، نجم لا يخرب.
مع بداية ال7 سنين يا رب ارحمنا. معلش يا اسف، ادعي لي. يا رب انت تفتكر البتاع وكده. احنا ما نعرفش الزرع هيغرق ولا هيموت ولا هيعمل ايه. هل يا انا ترى بقيت دبان.